وايه الصوت ده؟ تعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، ما بعملش حاجة. تعمل سحر؟ أنا ما بعملش حاجة. مين جاب كده؟ دي ورق. ده سحر. لازم تيجي ربنا. لازم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي: من أتى عرافا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى: من أتى عرافا أو كاهنا ثم صدقه لا يقبل له عملا 40 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا السبعة الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ الصحابة عايزين تعرف ما هم السبعة الموبقات. قال: أول شيء الشرك بالله، بعد الشرك بالله السحر. السحر ملقب بعد المرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. اتقي الله، أنت كده بتأذي الناس. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الله تبارك وتعالى غضب على الساحر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من السحر: وما ينطق عن الهوى إلا هو وحي يوحى علمه شديد القوة. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مؤتي من وحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يقول كلامه من عنده أبدا. فاتقي ربنا، أنت بتأذي ناس، واللي بتعمله في الناس بكرة ربنا يعمله فيك. كما تدين تدان. اللي انت هتعمله في الناس ربنا هيعمله فيك. واتقي الشر السحر. سامحني يا بيه والله. اتقي شر السحر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من السحر لأنه من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. انت كده بتأذي الناس. سامحني. ومن أذى الناس لا يدخل الجنة أبدا. سامحني. والساحر غضب الله عليه في الدنيا وغضب عليه يوم القيامة. اتقي ربنا. ربنا خير والله يا بيه، والله العظيم المال هو اللي غواني يا بيه والله العظيم. وانا ولا مال ولا اي حاجه. السحر انت بتدمر بيه البيوت وبتدمر بيه كل شيء في الدنيا. ويفرقون به بين المرء وزوجه. سامحني يا رب، سامحني يا رب، ما انتش اعمل كده تاني. اتقي ربنا. خلاص والله. تاخد عهد بيه دلوقتي وانت واقف، انت مش هتعمل كده تاني ان شاء الله. والله اتقي ربنا. اللي انت هتعمله في الناس ربنا هيعمله فيك. ترضى حد يعمل فيك كده؟ لو اداك ملايين الدنيا يعمل في اهلك كده؟ اتقي ربنا. سيدك يا بيه، ما انت خلاص يا بيه، ما انت. لا خلاص انا بسألك بس مش عايز تعمل كده ما تاني. انت ما تضرني. لا مش هضرك انا والله. خلاص يا بيه مش والله. هضرك اللسانك. بس المال غواني، وانا انت عارف ظروف. لا لا. والله ظروفي تعبانه يا بيه. ربنا يهديك. والله ما لاقي اكل يا بيه. الفلوس مش بتنفع حد. بس اعمل ايه يوم يا لا بيه؟ تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب يا سليم. رجبكم عيالي يا بيه، مش قادر اصرف عليهم. اشتغل والمال ربنا غواني. هيرزقك. مش في شغل يا بيه. الله عز وجل يرزق عباده جميعا. الحمد لله. اتقي ربنا. الحمد لله. اتقي ربنا والله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب. خلاص يا بيه، انا اسف يا بيه، سامحني يا رب، مش انت هعمل كده تاني. سامحني يا بيه والله، ما انا انت عامل كده. انت محتاج كام كل شهر وتحل كل مشاكل؟ انا محتاج 5000 جنيه يا بيه. 5000 جنيه. انا هبعت لك كل شهر مع المندوب بتاعي 5000 جنيه. ربنا يخليك يا بيه. بس مش هتعمل ابوس حاجة. ايدك يا بيه. لا لا مش هتبوس ايدي، حرام. اتقي ربنا ان شاء الله. عشان ربنا يرزقك. ان شاء الله. الله عز وجل يرزق عباده جميعا. ونعم بالله. ما آمنت بيوم القيامة، ونعم بالله. ما آمنت بعذاب القبر. انت ليه تعمل في مكان كل الناس هتموت فيه؟ طب اتقي ربنا. لا احنا بنيجي المقابر عشان نتعظ ونعرف ربنا، انت بتعمل كده وبتأذي الناس. والله يا بيه ممكن يكون حضرتك جيت في الوقت المناسب. اتقي ربنا، حرام عليك. سامحني يا رب. تستفاد ايه ما بتعمل كده؟ تستفاد ايه؟ انا اسف يا بيه. تستفاد ايه انت ما بتعمل كده؟ ده انت كده بتتبع الشيطان، ومن تتبع الشيطان فهو شيطان مثله. الشيطان قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الشيطان أحلف بعزة الله وجلاله، قال: والله لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الشيطان قال: أنا لازم أغوي ابن آدم حتى يوم القيامة، ويقف على منبر من نار ويخطب خطبة. الشيطان عايز كل بني آدم يدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة. قال: لا أحد من أمتي يدخل النار أبدا، لأننا قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دخل الجنة. الله ادعي كده ربنا يجعلك في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تكون في الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة ما عين رأت وما أذن سمعت وما خطر على قلب بشر. اتقي ربنا، اتقي ربنا عشان الله عز وجل يرزق عباده جميعا.
ومش عايزك تعمل كده تاني. خلاص يا حرام بيه. عليك. خلاص يا ابو والله. والله يا بيه خلاص. وانا هبعت لك كل شهر الفلوس اللي انت عايزها، ربنا بس مش يخليك تعمل لنا. كده ربنا يخليك لنا واشتغل. يا بيه. خلاص يا بيه. حرام عليك. خلاص يا بيه. انا والله الفلوس اللي غوتني وانا اسف يا بيه. انت بتفكر مين اللي بيعمل فيك؟ الشيطان. الشيطان وسوسك انت تاذي الناس. تاذي الناس ليه؟ وتعمل سحر للناس ليه؟ حرام عليك. الحمد لله. حرام عليك يا اخي. حرام عليك. خلاص يا بيه انا اسف يا بيه. مش هقدر اعمل كده تاني، وممكن يكون ربنا اللي بعتك ليا في الوقت المناسب. لا انا يا اسف يا بيه. لا عادي، بس اهم حاجه انت لازم تتوب لربك تاني وتستغفر. انت بتصلي؟ هو نعم الحمد لله يا بيه. انت بتصلي اهم حاجه؟ الحمد لله يا بيه. طب ازاي بتصلي وانت رايح تعمل سحر للناس؟ والله الحوجه اللي لو حوجتني لكده يا بيه. لا الحوجه مش تعمل فيك كده، انت تاذي الناس. والله الحوجه تستفادي ما تاذي الناس. لما عيالك بتدمر بيوت الناس. لما يكون عيالك يا بيه عاوزين ياكلوا ولهم مطلبات وحاجات من ديت وعاوزين ياكلوا بجيب لهم مني. فانا طبعا الفلوس غوتني والشيخ والناس ادت الحاجه ديت وفيها قرش. ابى انا اعمل ايه عشان طب اكل انت عشان تاخد من الناس فلوس تعصي ربك، تعصي رب العالمين؟ طب اشتغل يا اخي. انا يا بص انا هبعت لك فلوس كل شهر 5000 جنيه، ربنا يخليك لنا يا بيه. بس مش عايز تعمل كده تاني وتاخد عهد قدامي دلوقتي ان انت مش هتعمل كده تاني. اخد عهد يا بيه وانا الحمد لله مش انت عامل كده، واحمدك يا رب اللي هي وصلت معايا لغايه كده. ربنا يتقبل منك التوبه. وربنا بعت لك يعني ليا يعني ممكن في الوقت المناسب يا بيه. ربنا يتقبل منك التوبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والفيديو للتوعيه، ونرجو منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.